هنا دول ست شجاك. أنا ياسيو. اليوم راح نقدم لكم الأكلة الأكثر شعبية في طلاب المدارس و أكلة الطفولة. أيوة. أنا صراحة في كوريا كلها قضيت على هذا الأكل. ما يعيش إلا على هذه الأكلة، يعيشوا ويتكاثروا عليها، اللي هي نفس البرجر بس مش بالخبز، بالأرز. ايوه، وارخص من البرجر، ارخص والذ على فكره، بالذات لما يكون فيها مايونيز او جبنه. يا سلام كذا تحس اناغم بالاكل. رايحه اشتري الاغراض زي كل مره. ويتنج متحمسه. واخيرا وصلنا السوبر ماركت. اشتري الاغراض. عشان ما بروح اشتري اغراض كثيره، يعني يا دوب اغراض قليله. محتاجينه بوصفتنا اللي هي تونة. في كثير انواع تونات بس بنحاول نشتري ارخص تونة. I grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find. اشتريت الاغراض ثقيلة مرة. دايما انا لازم اروح اتحمل هذا كله، كل مرة اروح لوحدي واشتري اغراض ثقيلة وامشي مسافة بعيدة. هذه هي مقادير الاكلة اللي راح نسويه، اللي هو بابوغو. البابوغو عبارة عن همبوغو. نسوي اكثر من واحد برجر. ايوه اكثر من طريقه. فبس بكوريا هي البابوغو، يعني ما يسووا خبز، يسووا باب. الباب اللي هو عباره عن ارز. فاليوم جبنا لكم هذه هي المقادير. نقانق، كيمشي، حبار اوجينو. اوجينو بالكوري واسمه حبار بالعربي. هذا تموجي ما اعرف ايش اسمه، بس هو دائما ينحط بالكيمباب. انا ما اعرف اسمه بالعربي. وتشمشي، 3 انواع من الجبن. لبنه، هذه اضافه امي الخاصه. زيت سمسم وسمسم. وهنا الكيم واللي هي قالب ومايونيز نحتاجها لانه بتنحط مع الشمس. وكمان الكيم بهذا الشكل، هذا كثير بس هذا نخليه كامل. وخاس وكنيك تانجن اللي هي جزر، وكوتشو ولايمون. وكمان اخر شيء هوتشو اللي هو فلفل اسود فقط. وهذه هي امي. هاي صنمت اصلا مركزه مع الشغل صنمت. والحين راح نقطع اول شيء البصل. انا طبعا قلت امي ابعد البصل لاني انا ما احب البصل، بس امي قالت انا احبه يعني بسويه. البصل لذيذ. نو انيو. والحين انا راح اسوي البوغوم اللي عباره عن كيمشي وزيت سمسم. اول شيء نحط زيت السمسم ومن نحط البصل فيه مع البوغوم. هذا بيكفي امي. شويه من البوغوم ومن نحط عليه نقانق، صح؟ لازم نحط كميه صغيره عشان هذا الكيمشي اللي سوته امي بدون ما نصوره تسويته هذه ذي السنه. بس انا وامي ايوه انا وامي تعاركنا قبلها بشيء، بعدين امي ما خلتني اصور هذا الشيء، وقالت خلاص انا بسويه كذا، رغم ان احنا جهزنا التجهيز انا وياها وصورناه من الليله الاولى انا وياها وعبادي كلنا جمعنا نسويه. بالنهايه سوتها وخلاص ولا تصوروا وانا ما بصور. شفتوا؟
حط كده دقيقة يا أمي. اليوم بيكون المساعدة في الطبخ معانا عضو جديد واللي هو حمودي. انت صح تعلمت الرقصة اللي قلت لي عليها، ايش يلا ارقصها. صح يلا امور النكست. والآن يقومون بوضع المايونيز عالتونة. بس كفاية الآن أنا أقوم ألف هذا الأشياء. نارين يا نارين. غنتي لي أغنية؟ مسكين نكتب مؤثرات صوتية. ايش قاعدة تسوي انت هنا؟ قاعد اخترع الذرة. الآن يوجين قاعدة تعجن. هذا على فكرة شيز ترى. شيز ما رضني يذوب بنت الكلب. كان كثر لسه كم دقيقة. ما رضي يذوب، ذوبيه بالميكروويف. انا اشوف الميكروويف شوية. ايش فيه؟ الميكروويف مليان أشياء. الطريقة الصحيحة هذه؟ لا من تأليفي. تأليفش؟ طيب فين الجبنة؟ عندنا هنا. ايه يلا لازم تفتحيها. غباء. وانتي تفتحي بشكل مقلوب. لما نجي نحاول نعمل البيض مقلي. ما قليت البيض؟ ما قلت البيض. تعالي قلي بيض. روح قلي بيض. ايش هذا المفروض؟ على اساس ان هذه حبار صار نبار. امي قاعده تتفرج ما تدري شو، ما تعرف ان احنا ناكله سواء مقلوب ولا مش مقلب ولا اي شيء. لا لازم تفنن في هذا عشان يطلع ستايله حلو مرة. ماما تهتم بالتفاصيل تعرفيها. الآن تم وضع البيض على الرز. ماذا سوف تضعين يا إمرأة؟ سوف أعمل لكم يعني حاجة فنية تقولي معمار فني. معمار؟ يعني أنت تخصصك هندسة معمارية؟ أيوه. في المطبخ. هذا شوفي كيف؟ يس. فنية والله رايقة. هلا. كذا واحدة كذا عشان إيش؟ يعني ما قادرة أنجح فيها. إيش ما تعرف تقلي بيض غيرت قرارها بعد ما صلحت زينة الشعر انها تحط الجبنة الأول. إيه كذا الجبنة حركة فنية. كأنه برجر. كذا شفتي كيف؟ يس شعرسة. كأمشي أحط من هذا؟ لا سويتوا هذه الهتلة؟ لا خليها. هتطلع مع نفسها خليها. تقرح علي كل ما ابغى اقلبها تبغى تطبخي كوري وانت ما تعرفي تسوي بها. هلو هذا حقيقي. الان سوف نقدم تزكيتهم عشان بردانين. شكله صدق زي البرجر. واو أنا أضحك. المفروض أحط الحين كيف اسوي؟ استني بحاول كيف اللي هو اجيب هذا الكيس وبعكس الحركة بقلبها. خليها شكلها مو كذا بس انا نسيت. عشان نسيت شو ايش بتسوي؟ انا المفروض ان انا احط الكيم اول شيء. الكيم بعد الخس. هذا الورق هذا البلاستيك فوق البلاستيك. انا محتاج البلاستيك ضروري. ايش نسوي الحين؟ بدل البيضة. ايش نسوي الحين؟ لا نسوي كذا تغلفيها وتقطع. الفكرة ماخذها من عندي صح؟ ايه باخذهم من عندي. ايش عرفش؟ عشان انا سمارت ها؟ سمارت. وهذه هي النتيجة.
بس يصير كذا. هنا مايونيز كبير. انا احس انه افشل بتصريف. زيدي افشل يعني افشل بتصريح هذه الاشياء. حاولي يا ماما حاولي. انا اكتشفت اني ما عندي موهبه بالطبخ يومي. وبعد البيض اللي شفته ما يحق لك تتكلمي عن الطبخ اصلا. والله جلطني اقول لك كان بيطيح. انا حاولت انقذ وجهي من التشوه. انتوا النتيجة سويتها هي حق البيت كامل حقت لا عاد تقول انا سويتها كانها مستر شيف وقاعدين يتضاربوا على الطبخ. هبله انتي والبيض حقك المعفن اسكتي لا تتكلمي انتي ولا اسمع صوتك. بتاكليه بترتاح في الطعم. لا انا ما اكله. انا من حرمت من بعد ما شفت كيف قلته. اللي تشتوه انتوا بس احنا بنوريكم الفكره ها. وانتوا تفننوا. اهم شيء طبقه الخبز شيلوها حطوا بدلها الارز. اعملوا برجر رز بس الفكره هنا. ودلعونا تفننوا فيها بس هذه الحشوات ترى والله طعمها لذيذ والله. دلعوا كرشكم. انا ذكريات معاها. ذكريات كل الدراسه. حتى انت كنت تحبيها. الجزر ما قليتي. صحيح. وبعدين نقطع من النص. واو. يس. وهذه هي النتيجة والحين وقت التذوق. كيف رايش؟ يمي. طعمه لذيذ صح؟ حمودي. طعمه. يمكن كمان يمي. ممكن ما قاعد اكل من غير كلمة. سوي لي هذا بالجبنة. استنى. رجوع للطفولة. كذا أكلت كل شيء. مقبل دارين طبقات المقبل. جاء دور حقتي هذا اللي أنا سويته. كيف طعم؟ اللي انت تحبه، انت تحب كل حق. حلو صح؟ انا ابدعت فيه.